هون في سجن صيدنايا، هون هون النساء، هون صاب اهلنا ونسائنا، هون طالباتنا اللي معتقلات تحت الارض هلق وما عم نعرف عنهن شيء. هلق نظام الاسد المجرم طمس هوية الباب الرئيسي، طمس هوية المدخل الرئيسي للمعتقلين في سجن صيدنايا. تفرجوا اللي تم اخراجهم هني 300، وهود الناس عم تستنى لتعرف شيء عن اهلها. 300 من اصل على السجلات 25,000، 25,000 شخص على السجلات، لنفرض ميت منهم 10,000، في عنا 15,000 في 3 طوابق تحت الارض، في شهود عيان. هذا السجن اللي لحد الان ما نعرف كلمة السر تبعه. مناشدات للامم المتحدة بانه نظام الاسد المجرم عنده سجن صيدنايا او المسلخ البشري اللي هو صيدنايا هون. هذا المسلخ البشري هو اخفاء قسري للمعتقلين والمعتقلات، للضباط المنشقين، للي طلعوا في المظاهرات، للناس البريئة، للي كتب فيها تقارير، لكل شيء. حاليا هناك أناس صار لها أكثر من 15 سنة هلا هي تحت الأرض. مقطوع الكهرباء يعني ما عاد في تنفس، مقطوع الكهرباء يعني ما عاد في شيء اسمه إذا عم تجيك المي. حاليا كل دقيقة عم تضيع، كل لحظة عم تضيع. في عنا آلاف النساء، آلاف الرجال، آلاف الشيوخ موجودين في سجن صيدنايا تحت الأرض. الشهود أخبرونا وأعطونا الدلائل، السجلات الموجودة وتم تصويرها وتوثيقها بتثبت بشكل كامل بأنه نحن في عنا تحت الأرض 3 طوابق ما عم نقدر نوصل لألهن. نحن في سجن صيدنايا ما عم نقدر نوصل للمعتقلين. لها للأمم المتحدة التواصل المباشر والتدخل الفوري لمعرفة الباب الرئيسي للطوابق الأخرى من 3 إلى أكثر من ذلك 4 طوابق تحت الأرض فيها آلاف المعتقلين حاليا كل دقيقة عم يموتوا. لاحظنا أنه في أنفاق هواء في الطابق الأخير، طلعنا لفوق، في عرق، في بخار، إذا في ناس عم تتنفس، رائحة جثث، يعني في ناس عم تموت، رائحة جثث عم تتعفن. الخبراء بيعرفوا هذا الشيء. حاليا كل لحظة عم يموت في عنا ناس. الثورة انتصرت في الأرض، ولكن حتى اللحظة ما انتصرت بإخراج المعتقلين، لأنه نظام الأسد المجرم عنده عشرات السجون اللي بيخفي فيها الناس قسريا. يعني يوم اللي بتجي زيارات من الأمم المتحدة بيقول لهم هود الطوابق اللي أنا فيهن، هدول المساجين اللي عليه 1 و2 وأحكام. أما آلاف المعتقلين اللي هن هلق تحت 7 أرض تحتنا هوني عم يسمعوا صوت خطواتنا ونحن ما عم نقدر نسمعهم، هدول ما حدا بيعرف فيهم. وش قد في سجون أخرى، في فرع فلسطين وغيرها وغيراتها، في ناس زايرة أولادها من قبل اجت لهم ما لقتهم. هذا صار في الطابق ال7 تحت الأرض أو ال4 تحت الأرض. لذلك من تبقى فيه ذرة شرف أو أخلاق بيعرف المنفذ. الناس نخلت المكان نخل وهي تبحث عنه. لذلك هذا نداء أخير، بكل لحظة بنفقد فيه امرأة، طفل، طالبة، أي شيء. النساء هون اللي صار لها 10 سنين صار عندها 3 أولاد و4 أولاد بسبب إجرام هذا النظام المجرم. أخفى الكاميرات، دخلت أيادي خفية أثناء دخول الثوار للمنطقة، قاموا بكسر الكاميرات، قاموا بسحب الهاردات وتقطيع الكابلات بعد ما كانت شغالة. في فيديو مسرب على السوشيال ميديا كيف المعتقلين تحت الأرض ما بيعرفوا شيء هلق، بس بعد انقطاع الكهرباء فجروا المولدة، تم تفجير المولدة اللي بتوصل، تخريبها، تخريب الكاميرات، تفريغ الشاشات، سحب الهاردات. في حدا اشتغل هذا الشيء لحتى يطمس الهوية لهي الناس اللي موجودة تحت. واصلوا هذا الصوت لآخر الدنيا، وكل لحظة هلق هي من دم.